السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ وده هيكون اول فيديو في قناة جرينلي. وطبعا من اسمها هتعرفوا ان دي قناة خاصة بالزراعة، وان شاء الله نكون عند حسن ظن. الاسطح انت هتزرع في ايه؟ هتزرع في سطح ولا هتزرع في بلكونة؟ واكيد طبعا لازم يكون في شمس داخله السطح او البلكونة زي ما انت شايف كده. ليه؟ لان الشمس بتساعد ان النبات يكون بحالة كويسة زي ما انت شايف كده. هنا مثلا دي زرعة جرجير اهي، وهنا مثلا زرعة سجاد بحالة كويسة، مش خملانة مش دبلانة. ليه؟ لأن في برضه شمس بتدخل لها بنسبة قليلة. وطبعا برضه لازم نراعي إن الزرع اللي قدامنا ده هل بيحتاج الشمس ولا لأ. طبعا نبتة السجاد بتحتاج ضوء خفيف جدا، مش لازم شمس جاية عليها طول الوقت، لأن هي أصلا نبتة داخلية تزرع داخل المنزل. وبرضه الجرجير بيتزرع اصلا موعده مش دلوقتي، بس انا كنت زرعه وموقف نموه شويه بس. لكن ده جرجير اهوت بيتزرع برضه مش محتاج شمس قوي. وطبعا جلد النمر ده نبات صرف، نبات داخلي يعني ما بيحتاجش اي نوع من الشمس. بس برضه في نباتات بتحتاج شمس، زي مثلا النبته اللي هوريها لكم دلوقتي، زي مثلا اللب اللي قدامكم دوت، اللي هو اللي هو دوار الشمس. طبعا دي مزروعه من البذره بقالها حوالي اسبوع اهي يا جماعه. ده دوار الشمس بيحتاج شمس كتيره جدا، لانه الزهره بتاعته تاني حاجه ان انت هتختار نوع التربه اللي انت هتزرع فيها، وليكن تربه رمليه. لو هتزرع في تربه رمليه محتاج يكون معاها سماد عضوي. لو هتزرع في تربة طينية بيبقى معاها السماد اللي هو الكمبوست برضه. لكن التربة الرملية بتحط معاها مش الكمبوست، مش اللي هو الكمبوست، بتحط معاها السماد العضوي اللي هو زبل الحمام والحاجات دي. فلازم اللي انت تختار تربة غنية بالعناصر عشان تطلع لك نبات كويس زي دوت والبذرة تنبت. خامس حاجة وهي الري طبعا في النبات. انا كنت بقول لك ري غمر، لانك انت بتنقل النبات لقصيص تاني، فلازم ترويه ري غمر. لكن كل نبات بيحتاج كميه من الميه، زي مثلا جلد النمر محتاج مثلا حبة صغيرين جدا من الميه، لانه بيتحمل الجفاف وبيتحمل الحر، بيتحمل كل حاجه. فده مش محتاج ميه اللي هي كتير جدا، لانك انت من كتر الميه الكتير ساعات الجذور بتعفن والبذره تموت او الزرعه تموت. فبرضه من اهم الحاجات في اساسيات الزراعه بناكل في الايام الطبيعيه. برضه النبات بيحتاج تسميد في الايام الطبيعيه. طبعا التسميد لو انت هتسمد بسماد كيميائي بيبقى مثلا كل 3 اسابيع او شهر بتستخدم حبة صغيرين جدا من السماد الكيميائي. لكن لو سماد عضوي برضه، السماد العضوي برضه بنفس كل اسبوعين او 3 في النبات بكميه برضه صغيره، لانك انت لو حطيت كميه زياده قوي بتحرق جذور النبات والنبات معاك هيموت. وساعتها هتيجي تقول لي هو النبات مات ليه؟ مش انت قعدت تقول ان انت هتسمده سماد وان شاء الله هيكبر ويبقى حاجه تانية خالص؟ ايوه انا قلت كده، بس مش معناه ان انت تروح تسمد النبات مثلا في قصيص صغير قد ده تسمده تسميد مثلا جردل او خزان او حاجه اللي انت حاطط فيه بقى وليكن الزرع، حاطط مثلا في ارض زراعيه، حاطط في قشيش صغير، حاطط في جردل كبير. ده كله بتعمله بمعدل. يعني ايه؟ يعني مثلا معدل الجردل المتوسط ممكن تحط له كبشه صغيره من السماد، زي مثلا قد دول. ده الجردل الكبير تحط له كبشه من دي من سماد الكمبوست. لكن مثلا قصيص صغير زي ده بتحط له رشه. بتعمل ايه عشان تحط السماد؟ بتخربش التربه من هنا كده، تخربشها وتنزل شويه كده قرب جذور النبات بشويه، وتحط السماد وتغطي التربه معانا في اساسيات. اخر حاجه معانا في اساسيات الزراعه وهي الصبر، ان انت تصبر على النبات. هتحط البذره، هل هتحط البذره هتطلع لك في نفس الدقيقه اللي انت واقف فيها؟ لا طبعا. انا قلت لكم انا قلت لكم انا زارع اللب طلع بعد اسبوع. يعني انا مثلا ما حطيتهوش وطلع تاني يوم ولا طلع في نفس الوقت اللي انا كنت واقف فيه. طبعا انت بتصبر على النبات عشان يكبر. مثلا ديت كانت جلد نمر، كانت صغيره جدا،
كبرت ما شاء الله وصبرت عليها وكبرت، ممكن تطلع خلافات جديدة كمان ونقلها في قصيص تاني ونعمل منها تكاثر النبات عن طريق العقل. فلازم نصبر على النبات على قد ما نقدر ونكون من الصابرين. وبكده نكون خلصنا معاكم اول فيديو في قناة جرينجلي. استنى انت رايح فين؟ قبل ما ننهي الفيديو عاوزين نقول لكم تعالوا نشوف جولة في سطح البيت وتقولوا لي رأيكم تحت في الكومنتات. عجبكم الزرع اللي عندي ولا عاوزين تضيفوا لي حاجة مثلا اعملها او كده؟ تعالوا نشوف. طبعا في البداية بتدخل بتلاقي المشمع ده قدامك ومقفل الأوضة من كل النواحي، تبقى شبه الصوبة الزجاجية. طبعا أول ما بندخل كده في وشنا على طول أطول زرعة بطاطس ممكن تشوفها في حياتك، طويلة جدا حرفيا. زرعة البطاطس اهيت، تعالوا نشوفها من قريب. زرعينها في طشت كبير. دي أول حاجة. شايفين البطاطس وصحتها وكويسة ازاي؟ طبعا بالتسميد وبالعناية بالنبات. شايفين طويلة قد ايه؟ النبتة طالعة معايا تقريبا 1.5 متر يا جماعة. النبتة دي ما شاء الله جميل. طبعا بعديها على طول انت لسه بتلف وشك كده هتلاقي قدامك هنا صينية تشتيل عاملها. انا كرتونة وحاطط فيها الحاجات اللي انا عاوز اشتلها. هنا دي لوبيا بس لسه ما طلعتش، ودي هنا فاصوليا وطالعه اهي منبته قدامكم. لوبيا وفاصوليا. هنا برضو في طشت كبير. معلش يا جماعه على الشمس القويه، احنا داخلين في ايام حر. هنا بسم الله. هنا شتلة خيار، وهنا شتلتين خيار لسه صغيرين. وهنا عندنا شتلات من الخس زارعينها لسه جديدة يا جماعة اهي. شتلات خس كلها اهي. وهنا عندنا الجرجير، وهنا عندنا نبتة السجاد اللي كنا لسه شارحين عليها في الفيديو. وهنا عندنا الشبت، ده الشبت، وده الفجل، الصف ده فجل، وده البنجر، زارعين البنجر. وهنا زارعين اللوبيا، دي اللوبيا، واللي تحت دي الفاصوليا. وهنا طبعا زارعين خيار وجنبه قصدي، وهنا زارعين بطيخ. معلش يا جماعه هنا بطيخ وهنا بطيخ، وهنا 3 شتلات بطيخ، ودي الرابعه الصغيره طالعه في الجنب. وهنا ده قصيص زارعين فيه طماطم من البذره. وهنا دي شتلتين الطماطم اللي انا عامل لهم دعامات هنا عشان يطلعوا عليها. طبعا شتلتين كبار جدا وقربوا يطلعوا الكريستالات اللي بيطلع منها الزهرة اللي بتطلع نبتة الطماطم. وهنا نبتة طماطم من البذرة لسه صغيرة. هنا نبتة اللفت. وهنا زارعين من البذور زارعين ليمون. وهنا نبتتين طماطم برضو. وهنا دي الريحان، عندنا ريحان. وهنا جلد النمر اللي احنا برضو في واحدة تانية اللي انا كنت عامل بيها الفيديو. وهنا ده الجرجير برضو. وهنا زارعين بطاطس بس لسه قريب فلسه ما طلعتش. هنا النعناع البلدي، هنا الروزماري، هنا طبعا التين الشوكي الجميل جدا الناس كلها بتحبه، ودي ثمرة التين الشوكي. وده طبعا الزعتر البري الجميل جدا. وده نبتة الكنة الهندية اللي نبتة الزينة. تعالوا من هنا تاني. هنا عندنا صبار من انواع نادرة جميل جدا. وهنا الفجل، وهنا البنجر، وهنا اللفت، وهنا اللفت، وهنا الفجل، وهنا فجل كمان وقرب يطلع الروس بتاعته. وهنا النعناع السعودي. وهنا عندنا نبتة الكزبرة. وهنا البطاطا طبعا حبيبة الملايين. بدأت تطلع هنا نموات جديدة كنت مقلمها كلها، بدأت تطلع نموات زي ما انتم شايفين كده كلها نموات اهي. زرعنا طبعا في جردل. وهنا برضو في جردل زرعين هنا بطاطا ماشي. وهنا اللافندر. وهنا نبتة السوداني زرعين هنا سوداني زي ما انتم شايفين. هنا ملوخية، وهنا ملوخية، وهنا ملوخية، وهنا الكزبرة، وهنا ملوخية، وهنا ملوخية، كل دي ملوخية. وعندنا كمان نبتة اللي هي شوكة المسيح عارفينها انتوا طبعا. وهنا النعناع البلدي في الجردل اللي انتوا شايفينه قدامكم طبعا جميل جدا. وهنا النعناع السعودي المتألق معانا وطويل جدا ما شاء الله. وهنا برضو نبتة سوداني جوه هنا. وهنا
في جردل سعة 10 أو 15 لتر، زارعين فيه البرتقان، وزارعين هنا برضو شجرة مانجا. وكانت مثمرة السنة دي، وحصدنا منها مانجا، هحط لكم صورتها في الفيديو. دي المانجا، شجرة المانجا. وهنا عندنا الريحان، هنجيله من الناحية التانية. هنا عندنا الريحان، وهنا عندنا نبتة سوداني لسه بدأت تنبت. وطبعا هنا قلنا البطاطس. وهنا ده شكل السطح من هنا. وطبعا حاجة جميلة جدا، والسطح جميل جدا بعد ما بتزرعه، بتديله شكل جمالي وشكل تاني خالص عن ما كان قبل كده. عندنا هنا برضو اللي هي التجزير المائي، عندنا حاطين توم وبصل. تعالوا كده نشوفوا جدر ولا لسه. هنا ما شاء الله البصل، التوم والبصل اهمت. طبعا البصل مجدر جدا ما شاء الله. التوم هنا برضو بدأ يطلع الجذور زي ما انتم شايفين قدامكم. نحطه بس نرجعه تاني ان شاء الله يطلع الاخضر، ونبقى نزرعه مع بعض في القناة. نحطه بس عشان الجذور ما تتقطعش، ونحط التوم معاهم اهو بكل سهولة. وده التجزير المائي اللي عندنا كمان. وهنا برضو هتيجي هنا هتلاقي السماد الكيميائي. السماد الكيميائي ده طبعا مش اللي هي الهرمونات اللي بيحطوها لنا ساعات وتبقى مضرة للإنسان، ده سماد مكملات غذائية للنبات. بتحط حبة صغيرين جدا للزرع اللي عندك، بيخليهم ينفجروا من سرعة النمو، وهو اللي خلى الجرجير عندي يطلع الجرجير زي ما انتم شايفين هنا، وما تكونش الورق اللي غير أصلي. ده الجرجير زي ما انتم شايفين قدامكم، جرجير بصحة جيدة وجميل. وسميته برضو للشبت ما شاء الله جميل اهوت. والبطاطا ما شاء الله طلعت مواد جديدة وكويسة. واو، نسيت اقول لكم ان احنا نبتة القرنفل. بس وكده نكون خلصنا. وبكده نكون خلصنا اول فيديو في القناة. ما تنسوش تعملوا لايك، شير، سبسكرايب، ونشوفكم في فيديو جديد عن الزراعة.